ارتبطت الأسماء ديالهم بعالم الجريمة والسرقة والاغتصاب والقتل بوحشية، وبقاو دائما موضوع مذكرة بحث، وصبح كل واحد فيهم كيمثل خطر كبير على السكينة. تنوعات الأساليب الإجرامية ديالهم، ولكن الغاية كانت وحدة، وهي القتل والتنكيل بالضحايا ديالهم. وبذلك صبحوا حديث الصحافة والمجتمع اللي هما عايشين فيه، كل شيء كيهضر عليهم، والجريمة هي الحرفة اللي كيعرفوا يتقنوا. وبذلك حملوا لقب أخطر المجرمين سواء في المغرب أو خارج المغرب. شكون هما وشنو هي الدوافع الإجرامية اللي خلاتهم يديروا هاد الكوارث اللي داروا، وكيفاش تحولوا الكوابيس مزعجة كتخلع الصغار وكتخلع حتى الكبار، وفي الآخر سال بهم المطاف في السجون، وتنوعات الأحكام اللي صدرت في حقهم ما بين السجن المؤبد والإعدام. في الحياة اليومية كنصادفوا بزاف ديال الناس اللي المظاهر ديالهم كتنطق بالوقار والهدوء والدين وحتى الطيبة، وملي كنشوفوهم كيصليو في الجامع في الصف الأول وكيحفظوا القرآن أو لا كيحفظوا للناس القرآن وكيعاونوا الجيران وكيعطيو النصيحة للناس، كنزيدوا نحترموهم. وحنا كاملين ملي كنتلاقاو مع شي راجل بحال هاد النوع، شحال من مرة كتبوس ليه يديه ولا كتخلي ليه بلاصتك في الجامع أو لا كتخلي ليه مثلا بلاصتك في الطوبيس، وكتقول في راسك هذا إنسان صالح وكيدير غير الخير. ولكن شحال من مرة كنمشيو زالقين في بحال هاد الناس، وكون كنا عارفين بصح دوك اليدين شنو كانوا كيديروا من قبل أو لا شنو مازالين كيديروا حاليا ما كناش نبوسوهم. وهذا الشيء بالضبط اللي كينطبق على البطل ديال هذه القصة، اللي كان إمام ديال الجامع تيقري الناس القرآن وكيبان على أنه إنسان طيب وكيتعامل مع الناس مزيان. هذا الشخص اللي ولات القصة ديالو حديث ديال الناس وتشهرات في السوشيال ميديا الجزائري والعربي، لأن الحقيقة اللي غادي تبان في الآخر صدمات كل شيء. وهذه هي القصة ديال الإمام ديال الجلفة. في واحد الصباح عادي كسائر الأيام في مدينة الجلفة الجزائرية، مدينة الجلفة اللي كاينة في الجزائر وتحديدا في الجهة الوسطى من البلاد، وبعيدة 230 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية. الناس كانوا خدامين والدراري الصغار كيلعبوا في الزنقة. وفي واحد الحي سميتو 100 دار كاينة دار كبيرة شادة واحد ليسباس كبيرة تما وكيسميوها القلعة. وفي ديك الدار كان ساكن واحد الراجل معروف عند الناس على أنه إمام كيصلي في الجامع وكيقري الدراري الصغار القرآن، وكيبان على أنه إنسان تقي وظريف قدام الناس، والناس كان عزيز عليهم وكيحترموه. ولكن من وراء داك الاحترام كاينه شي حاجه غريبه في ديك الدار. الراجل كان كيخبي شي اسرار مظلمه في ديك الدار، وشي عائلات كانوا اختفاو لهم ولادهم في دوك لي سيكتور اللي قرابين من الحي ديال 100 دار. ولكن من بعد حتى شي واحد ما كيعرف دوك الدراري فين كيغبروا. واول اختطاف قام به كان سنه 1994 في حي قناني في الجلفه. دري صغير كانت عنده 3 سنين سميتو صدام، غادي يلقاه الامام وغادي يسرقوا وغادي يجيبوه للدار. من بعدها في سنة 1996 الإمام غادي يجيب للدار درية صغيرة سميتها زينة، كانت عندها ما بين 3 سنين حتى 4 سنين. صدام وزينة غادي يكبروا معهم كما لو أنهم الأبناء ديالهم، ولكن كان معهم ابن واحد آخر، وهذا الابن الثالث سميتو عبد القادر. يعني كانوا 2 ديال الدراري وبنت وحده، والأب والأم في ديك الدار. والطريقة اللي كانوا عايشين بها في ديك الدار، الإمام في النهار كيبان إنسان متدين وإمام ديال الجامع وكيعلم القرآن للدراري الصغار، والناس كيحترموه بزاف. أما ملي كيدخل للدار كيمارس سيطرة كبيرة على الزوجة ديالو اللي كانت بحال شي خدامة وشبه محبوسة في ديك الدار. وصدام وزينة والأخ ديالهم ترباو تحت السيطرة ديالو بالخوف، وهذا الشيء غادي يوصفوه زينة وصدام من بعد ملي غادي تفضح القضية. سنة 1997 غادي تبدا سلسلة جرائم القتل ديال هاد الإمام السفاح، وهذا الشيء من بعد ما عرف على أن الزوجة ديالو حامل. ولكن الصدمة الكبيرة أن الإمام كان عارف راسو بأنه ما كيولدش، وهنا فين غادي يتأكد بأن الزوجة ديالو كتخونه. ومن اللي عرف وتأكد بأن الزوجة ديالو خانته غادي يقول لها بما أنك حامل إذا أنت ما حاملاش مني، إذا أنت كنتي كتخونيني. الزوجة ديالو ملي عرفات راسها بأنها حصلات وغادي تقول ليه إلا فضحتيني حتى أنا غادي نفضحك قدام الناس وغادي نقول لهم بأنك غير سارق هاد الأولاد وماشي ولادنا. وهنا فين غادي يقرر
أنه يقتلها ويدفنها في الدار. في واحد النهار من سنة 1997 الإمام غادي يقتل الزوجة ديالو وغادي يدفنها في ديك الدار. ومن بعد ما قام هذا الإمام بقتل الزوجة ديالو، الولد الكبير عبد القادر غادي يعرف بأن الأب ديالو قتل الأم ديالو. وهنا فين غادي تبدا مناوشات ما بين الأب والابن ديالو. الأب غادي يدير مجموعة من الطرق باش أنه يمنع الابن عبد القادر أنه يخرج يلعب مع الدراري اللي في اللاج ديالو. وهنا فين غادي تطيح عليه واحد الخطة، وغادي يقول ليه قول لي شنو بغيتي نشري ليك، المهم أنك ما تخرجش على برا. وبسبب هذا الضغط الكبير اللي غادي يمارسه الإمام على ولده عبد القادر، وبحكم أن عبد القادر مازال صغير وما غاديش يقدر يواجه الأب ديالو، داكشي علاش غادي يدير داكشي اللي قال ليه الأب ديالو. هنا كانت خطة مدروسة في الراس ديال الأب ديالو، وفعلا الأب غادي يشري بيكالا لولده عبد القادر باش يمنعه من أنه يولي يخرج يلعب مع الدراري اللي في اللاج ديالو، خوفا من أنه شي نهار يمشي يفضحوا مع الناس. وفعلا داكشي اللي غادي يوقع. ولكن عبد القادر دوز مدة طويلة في الدار، وحتى الدراري اللي في اللاج ديالو كانوا كيجيو يسولوا عليه مرة. وهذه القضية كانت كديرونجي الإمام بزاف ديال المرات. ومع مرور الأيام عبد القادر كيكبر وكيشوف راسو محبوس في وسط الدار، ولكن كل ما كان كيبغي يخرج الإمام كان كيمنعه بصفة نهائية، وكان كيقول ليه غير قول لي شنو بغيتي نجيب ليك ولا شنو بغيتي نشري ليك، المهم ما تخرجش. وعبد القادر أي حاجة كان كيبغيها إلا والأب ديالو كان كيجيبها ليه، المهم ما يخرج والمهم ما يفضحش هذا الإمام أمام الناس. واحد النهار هذا الإمام غادي تطيح عليه واحد الخطة جهنمية باش يوضع حد الابتزازات ديال الابن ديالو عبد القادر. وبسبب كثرة الطلبات ديال عبد القادر للأب ديالو غادي يقرر أنه يتخلص منه. الإمام غادي يوعده بأنه غادي يشري ليه داكشي اللي بغا، ولكن بشرط واحد، هو أن الابن غادي يخليه الأب أنه يخرج يلعب مع الدراري اللي في اللاج ديالو، ولكن ملي غادي يخرج غادي يقول لهم بأنه غادي يمشي لفرنسا وغادي يعيش تما مدة طويلة. وفعلا داكشي اللي غادي يدير عبد القادر. ملي غادي يخرج غادي يقول للدراري اللي في اللاج ديالو على أنه الأب ديالو غادي يصيفطو يعيش على برا، وبالضبط بدولة فرنسا. ومن بعد ما قام عبد القادر بهذه القضية، الأب كان كيوجد مفاجأة في وسط الدار. في واحد النهار الإمام غادي يقوم بالقتل ديال عبد القادر وغادي يدفنو في الدار. ولكن كيفاش غادي يدير لهذه الجريمة؟ صدام وزينة بحكم أنهم كيكونوا حتى هما دائما في الدار، غادي يديهم واحد السوبر مارشي وغادي يقول لهم تسناوني هنايا حتى نرجع، أنا غادي نرجع دابا. الإمام اللي مشى للدار جلس مدة طويلة، جلس بالسوايع. وفي ديك اللحظة اللي كانوا هما تيتسناو في داك السوبر مارشي، الإمام كان كيقوم بالجريمة ديالو في وسط الدار. ومن تعطل عليهم الأب غادي يقرروا أنهم يرجعوا للدار. من اللي رجعوا للدار لاحظوا على أن الأب ديالهم متوتر لدرجة كبيرة، وحسوا على أنه كيحاول يخبي عليهم شي حاجة، وغادي يقول لهم ديك البيت ديال الخزين وياكم تدخلوا ليها. وديك البيت عادة ما كانوش هما أصلا تيدخلوا ليها. المهم صدام وزينة غاديين يدخلوا، والأب دخل البيت كيكمل داك الشيء اللي كان كيقاد فيه تما. وملي غادي توصل الوقيته ديال الصلاة الإمام غادي يمشي يصلي. وهنا فين صدام وزينة غادي يبداو كيقلبوا على الأخ ديالهم عبد القادر في الدار، وهما كيقلبوا غاديين يلاحظوا الآثار ديال الدم في وسط الدار، وغاديين يلاحظوا على أنه كما لو أنه شي جثة كانت كتجر في وسط الدار. وصدام غادي يقرر أنه يدخل للبيت ديال الخزين اللي الأب ديالهم عادة ما كيخليهمش يدخلوا ليه، واللي وصاهم قبل ما يخرج يصلي باش أنهم ما يدخلوش ليه. صدام اللي غادي يشوف في داك البيت غادي يلقى حفرة وفيها شي حاجة عاد مدفونة فيها، وهنا فين غادي يتأكد بأنه الأب ديالهم قتل خوهم عبد القادر. المهم صدام وزينة غادي يعرفوا بأن الأب ديالهم قتل الأخ ديالهم عبد القادر والأم ديالهم، وغادي يركبهم الخوف. ولكن ملي غادي يجي الأب ديالهم ما غاديش يبينوا ليه بأنهم دخلوا لذاك البيت أبدا، وغادي تدوز الأمور بسلام مع الأب ديالهم. صدام وزينة عايشين مع الأب ديالهم وكيحاولوا يخبيوا على أنهم عارفين الحقيقة حتى لذاك النهار. في واحد النهار من سنة 2004 زينة في غفلة من الإمام غادي تخرج من باب الدار وغادي تقصد حارس مؤسسة قريبة،
وغادي تعاود ليه شنو وقع، وهو من بعد غادي يصيفطها لمركز الامن. زينة هي اللي مشات الاولى وفتحات القضيه قدام الامن، ولكن في الاول ما تصدقوهاش وما تيقوهاش، وغادي يقولوا ليها جيبي معاك الاخ ديالك باش نتاكدوا من هاد القصه. وبطريقه ما صدام غادي يجي مع اختو زينة للمره الثانيه باش ياكدوا بان باهم قتل امهم وخوهم ودفنهم في وسط الدار. هنا فين غادي دير القضيه بوم، والبوليس غادي يحضروا للدار وغادي يفتشوا وغادي يقلبوا ديال بصح، وغادي يحفروا الاماكن اللي وراوهم دوك الدراري الصغار، وغادي يتاكدوا بانه كاينين فعلا جوج ديال الجثث في ديك الدار. والقصه غادي دير بوم في الاعلام الجزائري وغادي يبداو يهضروا عليها. الامام تحكم عليه في الاول بالاعدام، ولكن من بعد غادي يحولوا هذه المحاكمه للسجن المؤبد. ولكن من بعد بسبب الاصابه ديالو بمرض السكري، واحد النهار غادي يطلع عليه السكر لدرجه كبيره وغادي يموت في وسط السجن. وفي سنة 2007 غادي دار التحاليل ديال الأديان لدوك الوليدات، وغادي يتم تأكيد بأنه حتى شي واحد من دوك الولاد ما كان ولادو. وصدام غادي يلقى بأن العائلة ديالو كانت كتقلب عليه. أما بالنسبة لزينة فحطوها في مركز رعاية الطفولة مؤقتا حتى حددوا الأصول ديالها الحقيقية. ومن بعد التست ديال الأديان السلطات قدرات توصل للعائلة ديالها الأصلية اللي كانت فقداتها، وزينة رجعات حتى هي مع العائلة ديالها. ولكن الحالة ديالهم النفسية كانت صعيبة بزاف ومتأثرة بداك الشيء اللي خلى فيهم داك الراجل. ومن بعد هاد الشيء كامل بقاو خوتو على تواصل، لأنهم من نهار عقلوا على راسهم وهما كيشوفوا بعضياتهم خوت، فصعيب يجي واحد النهار ويتفارقوا بهاد السهولة. ومن بعد الاكتشافات المرعبة اللي تكتشفت في ديك الدار بقات مسدودة من سنة 2003 لحدود اليوم، وحتى الناس اللي ساكنين في ديك البلاصة ولاو كيتفاداو انهم يدوزوا من حداها وكيسميوها بدار الرعب. وكاينه تقارير اللي كتقول بان السلطات المحليه هدمات ديك الدار، وحتى شي واحد من الورثه ما دا منها شي حاجه. ومن بعد نهايه احداث هاد القصه صدام وزينة غادي يخرجوا للاعلام باش يعاودوا القصه الكامله اللي وقعت لهم. فتحت معنا التحقيق ومن بعد جاوا معنا لابوليس هنايا وجبدوا على كل حال جبدوا المرحومه الله يرحمها الزهراء، جبدوها وعبد القادر داهم وهو داه للحبس. خطفني مولا عامين اداني، ضيع لي حياتي، ما قريتش، دمر لي حياتي. دوك راني نعاني، عندي امراض نفسيه، عندي حوايج. انايا واختي هذه ثاني راها معقده ومريضه وعندها مشاكل. الشيء انا مسكر يعني ربما انت الصدمه النفسيه اقوى، يعني الوقع ديالها كان اقوى عليك ربما. شويه هي. انا راني راجل وخرجت وشوفت صحيح مسكينه، هي نعم كانت مريضه عندي الخلع. شوفت وخرجت وجربت وشفت الدنيا كيف ماشيه، بصح هي معقوقه معها. واش قلتي لنا زينه؟ كانت مريضه عندي الخلع طول. عندك الخلعه؟ درك عالج عندها نشرب حاليا طول تعالج. اكيد تعالجي، طول ماشي سهل. مسعين هذا هو في 89 في 89 وشي واضح هذو اللي انتم سمعتوا بهم. اذا لابد من البحث على هذا الناس هذوما. هذو انا اظن كلهم مختطفين باش يرفع عنه تهمه العقم، لان كان يروح لفرنسا يداوي، ما يداويش حتى في الجزائر. انت زوجها نيابه عنها واش قلنا في الختام؟ لا وصل على حقها، يعطينا حقها لها ان شاء الله. كل يوم تقول لي عليه، تقول لي جري لي وانا ما قدرتش. بطال حال وراها مريضه وراهي حامل كذلك. هي حامله نورمالمون يبقى لها 20 يوم 25 يوم تزيد ان شاء الله. عندها طفله مسميتها علمها الله يرحمها. واسمها امك؟ الزهره.